السلام عليكم، تامر المغازي معاكم. هنتكلم في الفيديو ده، او مش هنتكلم، هنعمل مع بعض حملة اعلانية للانستجرام من على الموبايل. وده استكمال لسلسلة انستجرام من الموبايل اللي شفنا فيها فيديو قبل كده ازاي نظبط اعدادات الاكاونت، وكمان ازاي احنا نقدر نقلب الاكاونت اصلا من اكاونت عادي الى اكاونت بروفيشنال. وهي الخطوة الاولى اللي لازم نعملها قبل ما نفكر ان احنا نعمل اعلانات، وهنشوفها في الفيديو اللي ظاهر عندنا في الانفورميشن فوق، اللي ممكن يربط لنا يعني الامور ببعضها. يلا نشوف ازاي نقدر نعمل اعلان من على الانستجرام من على الموبايل في 10 دقايق بس. يلا نشوف، ندخل على تطبيق الانستجرام ونشوف ازاي نقدر ان احنا نعمل اعلان، او يعني اد، او نبوست بوست نقدر نسميها كده، من على التطبيق نفسه على بوست او احد المنشورات يعني اللي احنا نزلناها مثلا للاكونت بتاعنا. لازم الاول خالص ندخل على الاكونت كده، بعدين ندور مثلا على، هنفترض ان احنا عايزين نعمل بوست مثلا يعني ندور بس على حاجة سي مثلا ده. خلاص بيظهر لي عندي ان انا اعمل بوست ده في اي اكاونت؟ لا طبعا، لازم اصلا نكون محولين الاكاونت بتاعنا لاكاونت بروفيشنال. وده ما تقدروا تشوفوه في الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه على ازاي نحول او نسويتش ما بين الاكاونت الشكل العادي التقليدي الهاوي الى الشكل الاحترافي، اللي هو ممكن نبقى كرييتور او نبقى عندنا بزنس اكاونت. نقول له بوست كده، ونمشي مع الخطوات واحدة واحدة، ونعرف ازاي هنقدر نعمل ترويج للإعلان وايه الأهداف المعينة أو المختلفة نقدر نوصل لها. هل أنا عايز بروفايل فيزيتس أكتر، يعني الناس تدخل عندي على الأكاونت أو البروفايل بتاعي بتاع انستجرام، تشوفني تعرف أنا بعمل إيه، ممكن تفولو مي مثلا، أختار الاختيار الأول. ولا لو انا عندي ويب سايت، احط اللينك بتاعه واقول اللي انا حاطه طبعا في البايو بتاعي او في اعدادات الاكونت بتاعي انا كبروفايل، ان انا حاطط مثلا اليوتيوب شانل بتاعتي، واقدر ان انا اديت واحط بالشكل ده مثلا الويب سايت بتاعي اللي انا عايز اعمل فيزيتس او ترافيك عليه بالشكل ده. ولا انا عايز اجت مور مسجز وتجيلي على الدايركت مسجز او على البيزنس سوت كمان بتاع فيسبوك. لو انا عايز اعرف ناس تسالني على حاجه، تطلب مني حاجه، تشتري مني حاجه، تعرف عني تفاصيل اكتر، لو هم مش بس يعني عارفين عن المنتج، او لا انا محتاج اديهم معلومات اكتر، لان هم مثلا ممكن يكونوا مش في مرحله الاويرنس، يكونوا في مرحله الانترست. لو بنتكلم على الايدا موديل اللي برضو اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، تقدروا ان انتوا ترجعوا تشوفوه. ولا انا عايز اجين او اجنريت ليدز، يعني اقدر ان انا اخد داتا او معلومات اتصال من الناس المحتملين اللي هم العملاء المحتملين، علشان ان انا اتواصل معاهم بعد كده، او اقفل معاهم البيعه يعني زي ما بنقول كده، او اكلوز ذا سيل. وبيبقى عندي فورم مثلا ممكن ان انا ابتدي احطه فيه اسئله الناس تجاوب عليها، زي الاسم، التليفون، اللي نقدر ان احنا يعني نحصل بيه على الداتا بتاعتهم، علشان زي ما قلت نكلوز ذا سيل معاهم عن طريق بروكر او سيلز. طيب نقول مثلا احنا عايزين مور بروفايل فيزيتس، هيكون ده الاختيار بتاعنا، ونقول له نيكست. دي كده الأهداف المختلفة، وعرفنا كل واحدة تؤدي بينا إلى فين. هل أنا محتاج إن أنا يكون عندي اوتوماتيك تارجتنج بقى، اودينس يختاره هو انستجرام شبه من يتابعني، اللي هم الفولورز اصلا بتوع الاكونت او البروفايل بتاعي؟ يبقى انا هسيب الاختيار الاولاني زي ما هو متعلم عليه بالازرق كده. لو انا عايز اجنريت او اكريت اون، هقول اودينس اصنعهم على يدي بقى كده، فبقول له كرييت نيو. يقول لي ماشي. لو انت صرفت المبلغ ده اللي هو كان 45 مش عارف في كام يوم، يعني 27 في كام يوم على حسب بقى، احتمال تقدر ان انت يكون عندك استيميت للريتش او استيميتد ريتش، يعني تقدر توصل حسب تقديرات يعني انستجرام من 5900 ل 16000 مثلا ريتش. خدوا بالكم، ده مش متابعين ولا ناس تعمل لايك، ولا هي الناس اللي هتبتدي تزور، ده دول الريتش. اوكي، ده لو احنا صرفنا ال 162 جنيه اللي هم 27 في 6 ايام، يطلعوا 162 جنيه. اقدر هنا ازود او اقلل، والاحظ طبعا ان كل ما بزود يعني البحر يحب الايه، الزياده، هتلاقي ان هو بيديني ريتش اكتر. الاختيار التاني ده ناخد بالنا منه، لان لو الفيزا فيها فلوس، ولو احنا معانا اصلا يعني حطينا بادجت وعملنا الاعلان وخدناش بالنا، وعلمنا هنا بالازرق كده، الاعلان ده هيفضل شغال ويسحب مننا، او يبقى علينا مديونيه الانستجرام او شركه ميتا يعني، طالما ان احنا قلنا له run until I pause it. الافضل ان انا اقول له asset a duration، يوم مش لطيف، يومين ثلاثة يعني برضو قليل. دايما نقول ان ما تقلش
المدة بتاعت الاعلان عن من 5 ل7 ايام، لان اصلا في حاجه اسمها التعلم بيعمله المنصه، او بتعمله المنصه اللي احنا بنعمل عليها الاعلان، بتتعلم الاعلان ده بيجذب مين، بيتفاعل معاه مين من الجمهور سنا ولوكيشن وجندر وانترست وما شابه. فالافضل ان احنا ما نخليش المدد دايما يوم ويومين والحاجات دي، رغم ان هي مسموح بيها. ده ما كانش مسموح بيه مثلا في اوقات على الفيسبوك، ما كانش ينفع الاعلان يقل عن 3 ايام، دلوقتي هو سامح. طب نقول له اتليست مثلا عندنا 6 ايام، هناخدها كده كمتوسط واحنا بنتعلم نعمل اعلان مع بعض، خلاص. و27 جنيه في اليوم، خلاص هنسيب اقل بادجت موجوده، اللي هي ممكن تبقى بادجت مناسبه لكثير من السمول بزنسز يعني. لكن الحقيقه احنا علشان نبتدي نجين يعني ريزلتس بدءا يعني نقول فيها معقوليه، يا ريت ما نقلش عن مثلا اللي هو حاجه و50 او حاجه و60 دولار، او اللي هي زي من 2 ل 3 دولار، اللي هو 81 ده ممكن يبقى كويس دلوقتي باعتبار بعد الديفالويشن يعني الاسعار اختلفت. 81 في 6 ايام يعني نتكلم في 400 جنيه مثلا، او 480 جنيه او 500 جنيه. اولموست ده ممكن تكون بادجت اعلانيه معقوله تجيب لنا زي ما احنا شايفين ريتش من 7 ل 18 الف، وبالتالي نتائجها ممكن تفيد السمول بزنس بتاعنا. وطبعا الميزانيات دايما بتختلف على حسب الجمهور ونوع المنتج والمنافسه، دي يعني عوامل كتيره بتتدخل في الموضوع. طيب يبقى احنا كده حطينا الاهداف وحطينا الجمهور. بس احنا سيبناه اوتوماتيك، محتاجين نرجع تاني عشان لا، ده احنا مش عايزينه اوتوماتيك، احنا عايزين نرجع تاني. وهو اوتوماتيك ده هيختار ناس شبه جمهورنا. طيب نرجع تاني برضو، نجيب الجمهور ونقول له كرييت اون، ونسميه اسم عشان لما نحب نستخدمه لو نجح وجاب لنا نتائج كويسة نرجع له، مثلا نسميه بالعربي او بالانجليزي اعلان، مثلا هنسميه اعلان. هيبتدي يسألني ببساطة، اسهل كتير من الفيسبوك. الناس اللي عايشة فين؟ اقدر اقول مثلا الناس اللي عايشة في كايرو ايجيبت، اختار مدينة. طب عايز مثلا الناس اللي عايشة كمان في الكسندريا محافظة اسكندرية، بقى عندي اسكندرية والقاهرة. اقدر ان انا احاول ادور مثلا على نصر سيتي مثلا، تعالوا نشوف كده. نصر سيتي عندك يعني كاستهداف يا انستجرام مثلا المنتج. تعالوا نشوف مثلا نيو كايرو، هل موجودة؟ كايرو نيويورك، لا دي ناخد بالنا دايما ان كايرو الكسندريا، دايما بنبه على النقطه دي اللطيفه، ان كايرو الكسندريا كمدن متكرره في العالم، فواضح ان احنا اخترنا القاهره والاسكندريه، مفيش السب ريجنز يعني. ممكن اختار اختيار تاني، مش ان انا اختار القاهره والاسكندريه، اختار لوكال وهو هيجيب لي، لو اخترت لوكال المكان كراديوس حوالين مكان انا عايش فيه. فدي برضو ممكن تكون اختيار تاني لو انا محتاج ان انا اعلن لوكال يعني في المكان اللي هو يعني حوالين او اراوند يعني اللوكيشن بتاعي. طيب اللوكيشنز اخترناها، ايه اخبار الانترستس؟ عندنا هنا اهتمامات اللي هي مثلا انا دايما هرجع للباير بيرسونا، ودي كان لها فيديو برضو قبل كده، ممكن نرجع نعرف اكتر عن ايه هي شخصية المشتري او العميل. الانترستس مثلا بتاعت جمهوري اللي هي ممكن تكون انا بتكلم مثلا على الماركتينج، فعنده انترست عن الماركتينج. ممكن الناس اللي هي مهتمة كمان مثلا بالسوشيال ميديا ماركتينج، هو ابتدى يقترح لي بقى حاجات لو احنا واخدين بالنا نكتب فيها سوشيال ميديا ماركتينج مثلا كمان. اونلاين ادفرتايزنج، ممكن الناس اللي مهتمه تعمل اعلانات. ديجيتال ماركتينج، ادي شويه يعني اقتراحات بتيجي منه، انا ممكن استخدمها او لا. انا ممكن اجي افكر كمان مثلا ان الناس المهتمه مثلا بجوجل، عندك جوجل ما هو ده من اهتمامات، بس مش اي جوجل، انا عايز الناس المهتمه مثلا بجوجل اناليتكس، دي حاجه مهمه ناس بتعمل بيها ناس مثلا بتعمل بيها اعلانات او بتتابع بيها اداء مواقع مشابه. اقول له كده كفايه على الانترست مثلا اللي احنا اخترناهم، ده كمثال للاختيارات بتاعه الايه الانترست. السن بيسمح ان احنا نعمل الاعلان بدءا من سن 13، حسب الباير بيرسونا بتاعتي بقى انا هختار، مش لازم اتقيد بال 13 وال 65 وما اكثر. ممكن اقول ان انا جمهوري اللي بيتابع اكاونتي اللي هم مهتمين بالماركتنج والسوشيال ميديا ماركتنج والديجيتال ماركتنج سنهم ما بين 22 لمثلا 44 او 45 مثلا كده. رجاله ولا فيميل، ميل او فيميل الاثنين مش بتفرق، يعني هؤلاء وهن يتابعون يعني جميعا ممكن الاكونت او البروفايل، او مهتمين بالماركتنج او المقالات او البوستس او الفيديوز اللي انا بتكلم فيها عن الماركتنج. هقول له create audience او add a location، هو واضح ان هو
ضيع اللوكيشن اللي احنا عملناه، فهنرجع نظبطه تاني. لوكال اهي، لو احنا بصينا عليها هي بتجيب لنا اللوكال حوالين المكان اللي احنا موجودين فيه مثلا اهو. اقدر اغيرها ان انا اصغر انا حواليا كام مايل مثلا، وممكن اقفل my current location وابتدي ان انا ادور على ادرس مثلا معين اكتبه، وهو يبتدي يطلع لي مثلا. تعالوا نكتب مثلا قصر، او نكتب مثلا قصر العيني. ده طلع لا هجيب لنا حاجة في الامارات. تعالوا مثلا نكتب عابدين، منطقة في وسط القاهرة. عابدين مثلا اهو، جاب لنا اللوكيشن، وهيجيب لنا اراوند بقى ات راديوس معين من ميل لحد 30 ميل، يعني لحد بنتكلم من كيلو ونص لحد 50 كيلو متر حوالين المكان نقدر ان احنا نختارهم. هنختار هنا باللوكيشن، هنرجع تاني نقول له احنا عايزين الاودينس يكونوا عايشين في الكايرو، خلاص ويبقى كده اخترنا اللوكيشن. والاودينس بتاعنا اللي هو اسمه اعلان بقى الناس اللي عايشه في القاهره اللي اهتماماتهم مكتوبه دي، اللي هي سنهم كذا. طيب حجم الجمهور طلع الاستيميتد ريتش ممكن يبقى 4 مليون. هل ده كتير ولا قليل؟ ده كتير. انا ممكن ارجع تاني واختار ان انا مثلا عايز السن، ممكن يحدد لي أكتر. انا 22، انا غالبا بنتكلم في السن ده لحد 34 مثلا ممكن like this عشان كان في notification. فبص تلاقي الجمهور بيختلف بيقل، ف almost كده حجم الجمهور اهو صغر معانا تاني. نقول له اوكي. وانا حقيقي الاودينس عندي على مختلف المنصات دايما اكبر مرحله هي من مرحله من 21 او 22 سنه لحد 34 او 35 سنه. وده تقريبا اللي احنا عملناه هنا، ونقول له نيكست. هيكون فاضل عندنا خطوه واحده. احنا حطينا المبلغ وحطينا ده اصلا قبل كده، مش هنرجع له تاني. واللي هي فكره اضافه نيو بيمنت ميثود، لان انا مش ضايف مثلا فيزا هنا، او لو عندي ضايف فيزا اقدر ان انا اغيرها لو هي كانت اكسبايرد او ما شابه بالطريقه دي. ان احنا بندخل نقول له هنحط طريقة أو وسيلة دفع، بنحط اسمنا اللي على الفيزا كارد. ولو هي بريبايد فيزا بنكتب انترنت، مش بنكتب الاسم لأن مفيش اسم لينا عليها لأن هي مش مربوطة بحساب أو ما شابه. وبعدين هنا بنحط ال 16 رقم، وهنا بنحط الاكسباير اللي يبقى موجود على الكارت، وهنا بنحط الثلاث أرقام اللي هم الأمان أو بتوع السي في في اللي هم موجودين على ظهر الفيزا كارد، ونقول له سيف. لو احنا بس هو احنا بندخل الاسم بسهوله هنا وال16 رقم، وبعد كده الاكسبايري، وبعد كده السي في في الثلاث او الاربع ارقام اللي بيبقوا دايما على ظهر الفيزا. لو انا خلصت كده هقول له سيف. انا طبعا ما خلصتش يعني، بس لو احنا دخلنا البيانات بتاعتنا يبقى احنا كده هنطلق الاعلان ويبقى قيد المراجعه، ويبقى عملنا اعلان لبروفايل بتاعنا على انستجرام. اي هوب ان الفيديو ده يكون بيكمل سلسله الفيديوز اللي هي بتساعدنا ازاي نكون ديجيتال ماركتنج سبيشالستس، وفي حلقات كده ازاي نخطط، ازاي ناخد اكشنز ونعمل كتابة وتصميم وصناعة للمحتوى، وكمان ازاي نستعين بادوات المنصات المختلفة من جوجل لفيسبوك لانستجرام لتيك توك لغيره، ان احنا ازاي نعمل اعلانات على هذه المنصات للوصول لجمهور مخصص يساعدنا في عملياتنا الترويجية والتسويقية. لو الفيديو عجبكم بليز تابعوا القناة، هتلاقوني بعمل فيديوهات زي دي على فترات تدينا فرصة ان احنا نجرو اند جلو. السلام عليكم.